في رحلتنا مع التربية كتير بنقع في الحيرة، امتى اتغاضى عن التصرف ده، أو هل أزعق له، هل أسيبه، هل أتدخل دلوقتي، هل أسيبه يتعلم. إيه معنى إن أنا أفهم سلوك طفلي؟ إن أنا أحط نفسي مكانه. هل هو جعان؟ هل هو عطشان؟ هل هو خايف؟ هل هو حاسس بالرفض؟ هل بيحاول يلفت انتباهي؟ هل بيحاول يقلد حد؟ هل السلوك ده عمله قبل كده؟ ولازم يكون عندي حتة التوقع، مفتاح الوقاية من المشكلات، إن أنا أفهم مراحل طفلي وأتوقع تصرفات. يعني في عمر 2 في عناد، في عمر 4 سنين أسئلة كتير، في عمر 6 سنين بيحب يظهر وعايز يكون هو اللي موجود، في عمر 9 سنين بيقلد كل اللي حواليه، في المراهقة عايز يستقل بنفسه ويتحدى كل الحدود. التوقع بيخليني مستعدة، فلا اتفاجئ ولا انفجر ولا اظلم طفلي ولا اجي عليه. مش كل سلوك سيء لازم ان انا اصرح، ولا كل غلط ابن هيرتكبه لازم يبقى فيه عقاب. احيانا كل اللي محتاجه الطفل ان امه تفهمه، مش اكتر ولا اقل. افهمي بس ابنك وانتي مش هتوصلي للحيرة الفظيعة دي. طيب امتى اتدخل لما يخرج السلوك عن حدوده الطبيعية، او ان الطفل يضر نفسه او يضر غيره، او يخالف الادب او الشرع. يعني لو ضرب أخوه أتدخل فوراً، لو رفع صوته عليا أوقفه بس بحزم، لو رمى لعب على الأرض وهو غضبان ألاحظ وأفهم بقى، وبعدين أبقى أوجه، أشوف هو رماها ليه. هل هو عايز يلفت نظري؟ هل هو متضايق من حاجة؟ غلط في ترتيب أوضته أو في السرير وهو بيحاول مثلا؟ أوقات دي أحاول إن أنا أدعمه، أراقب وأشوف وأحط نفسي مكانه، هو حاسس بإيه. الأم هنا المعتدلة يعني بتكون ما بين الشد واللين، توسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسطية في الأمومة ما بين الشدة وما بين اللين، ما حاولش أكون شديدة قوي ولا أكون لينة قوي لدرجة إن هو يكون متساهل ومش حاسس بأي رقابة ولا حاسس بأي حزم. لا أحسسه إنه هو على طول غلطان، ولا أسيبه من غير توجيه، تمام، ولا غرقه بالممنوعات، ولا أفتح له كل الأبواب. الاتنين بيوقعوني في نفس النتيجة الغلط. أصل لو شديت الحبل هيخاف مني صحيح، بس مش هيحترمني، هيتظاهر لي إن هو بيسمع كلامي بس هيخبي الحقيقة. لما يكبر هيحس دايما إن هو هش ومتردد وبيخاف من المواجهة، لأنه دايما اتعود إن هو يسمع الكلام ويخاف، مش إن هو يبقى مقتنع أو إن هو يكون بيعمل ده بحب وبطاعة، لا، بيعمله بخوف وبيعمله بس علشان خاطر خايف من العقاب. افترض دلوقتي ان ابنك ضرب اخته، هقعد بقى اصوت واصرخ واقعد بقى اقول له انت بتعمل كده ليه؟ اقعد بمستواه كده وامسك ايديه بلطف كده ولكن بحزم، واقول له احنا ما بنأذيش اللي بنحبه، ربنا خلق ايدينا ديت عشان خاطر نساعد بيها مش عشان نأذي بيها، والآسف دلوقتي وساعتها في ترتيب لعبها، وما تزعلوش من بعض وما تضربوش بعض وخليكم حلوين مع بعض. صرخ ورفض طلبك، هو بيعيط كده وبيصرخ، اقول له انا فاهمه انك زعلان، لكن الصوت العالي مش هيساعدك. تعالى وقول لي ايه اللي مضايقك بهدوء، احاول اني احل المشكله واحاول ان انا اساعدك. لو مثلا ابنك اتاخر في المذاكره، بدل العقاب بقى اسالي انت كنت محتاج مساعد، تعالى قول لي انا هنا علشانك، حاجه مش فاهمها اعرفها لك او ان لك حد يفهمها لك كده، ومش عيب ان احنا نطلب المساعده وان انا اساعدك. وعايزاكي تراقبي قبل ما تتدخلي. احيانا السلوك بيتظبط لوحده من غير ما انا اتدخل، بيكون عمل تصرف مثلا بيقلد حد، جالنا ضيوف، شاف موقف في الشارع عمله وقتي، طالما انا اتجاهلته بتلاقيه ايه عمله مره واحده وخلاص وما كررهوش تاني. لكن تركيزي على الشيء ده او انت عملت ليه بيخليه يترسخ قدامه ويكرره زياده ويحس كده ان الموضوع كده ايه، لا الموضوع كده في حاجه ايه غريبه. وعايزاكي كمان تميزي بين حاجة اسمها 3 سنين لسه عمال بيكتشف وعمال بيقول حاجات أصلا انت تفتكر ان هي كذب، لكن ده اسمه كذب تخيلي، او واحد لسه عمره لسه بيكتشف ولسه بيحاول ان هو يفهم الصح من الغلط، فهو مش فاهم يعني ايه كذب. هو عمال بيقولك عملت فيكي مقلب، انا ضحكت عليكي، انت زي البطل، وبيتخيل وعمال بيكتشف وعمال بيكلمك، فده مش كذب. مش تقولوا انت كذاب، هو مش فاهم يعني ايه كذب اصلا. تنتقديش كل حاجه وركزي على الاهم، وكافئي دايما السلوك الكويس بدل ما تركزي على الغلط،
لا، نشوف السلوك الصح اللي هو عمله، برافو، شطور، جميل، انا هكافئك، ديله حاجة حلوة، شاطر، شجعيه، امدحيه، كلام كده. بدل ما تقولي ابني عنيد جدا، ماشي، اقعدي معاه وافهمي سبب رفضه ايه، هو ليه متضايق، ليه هو حاسس ان هو متمرد على الوضع، ايه اللي مش معاجبك، ليه انت متضايق، ليه انت رافض. اتكلمي معاه وافهمي مشاعره وافهمي سبب مشاعره دي، وحاولي توصلي للنقطة دي، علشان خاطر النقطة دي لو سبتيها هتراكم وهتعمل جواك ترومات بعد كده، وهتبقى مشكلة كبيرة قوي قوي لما يكبر. كل أم في الدنيا ممكن تكون أم عظيمة جدا جدا، خصوصا لما تفهم. ادعيله، الدعاء صدقيني سحر، ادعيله ربنا يجعلهم يا رب ذرية صالحة، وإن ربنا يهديهم ويصلح حالهم. دعوتك ليهم أحسن بكتير قوي من إنك تدعي عليهم في ساعات غضب، ويهديهم ويبارك لك فيهم ويقويك عليهم. ومش الأمهات العظيمة اللي عيالها ما بتغلطش، لا بالعكس، ده هي اللي بتفهم الغلط وبتحاول ترشده وتبين له الطريق الصح، وبتحاول ان هي تعدل سلوكه على قد ما بتقدر، بتفهمه وبتحاول ان هي تحط نفسها مكانه، وبتحاول ان هي على قد ما بتقدر تعمل اللي عليها. كل سلوك لطفلك هو رسالة، بيقولك فهميني، علميني، ما ترفضنيش. فده معنى اللي بين السطور. فانت تحاول ان كل سلوك لطفلك تفهمي المغزى منه ايه. خليك القلب اللي بيحتويه، وخليك الحضن دايما اللي بيطمنه، خليك العقل اللي بيوجه، خليك القدوة دايما نحب ان هو يكون شبهك. وتأكدي في يوم من الايام انك هتجني كل اللي زرعتيه، تلاقيه كده يكبر ويبوس ايدك ويقولك ربنا يرضى عنك يا امي، زي ما علمتيني كل حاجة حلوة بحب. هتحس ان انتي خدتي اكبر وسام في الدنيا دي كلها لما تشوفيهم بالشكل ده. ربنا يهدي اولادنا جميعا يا رب العالمين. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.